السلام عليكم اخواتي في الله، معكم ام عز الدين من قناه ام عز الدين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم يا البنات غنوجد معكم واحد الطريح ان شاء الله يا ربي ديال الملاوي. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي عاد بادئين في الطبخ، ما كيجيهمش الملاوي زوينين ولا كيف ما كناكلوهم عند الناس اخرين. غنشارك معكم واحد الطريقه يا البنات ساهله مهله، كل شيء غيعدل ان شاء الله يا ربي الملاوي. بسم الله على بركه الله. المقادير البنات ديال الطحين انا راه ما عبرتش، المهم داكشي اللي غيكفيني درتو ديال الطحين. هنايا درت طحين الفورس وهنايا درت الفينو. نتوما على حسب الافراد ديال العائله ديالكم ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا. هنايا عندي الخميره ديال العجين، ممكن ديروا حبوب، انا دائما عزيزه عليا هذه ديال العجين كنعجن بها. هنايا عندي شويه ديال السكر سنيده، هنايا عندي شويه ديال الملحه. بسم الله، ندير فيه شويه ديال الماء. بسم الله. بسم الله، ندوب هاد الخميره هذه. بسم الله، دابا غنبدا نعجن. غير شويه بشويه العجينه تكون مدلوكه يا البنات مزيان. اللي ما قدرتش تدلك مزيان ديرها في الميكا، تعجن شويه غير هايده تجمع العجينه كامله وديرها في الميكا وخلاص. اللي عندها العجانه راه غتعجن العجانه غتهنيها. صافي يا البنات، كنجمع العجينه بحال هكا مزيان، مبقاش فيها الطحين. نحاول كذا الصبر هذا. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا ضروري تدلك مزيان باش يخرج الرغيف ديالكم رطبين وهشاش. اللي ما قدرتش دير هاد العمليه هذه دهنها بالزيت وديرها في الميكا ما شاء الله. واخا كتبان لكم كتلصق، باقي عندك فيها حتى تجمع. هذه تبارك الله ربي هي مدلوكه. صافي دابا غنضيف شويه ديال الزيت. صافي ونخليها تتخمر. هاد الملاويه البنات راه فيهم الخميره. انا الرغيف ديالي والملاوي ديالي كندير فيهم الخميره كيطلعوا غزالين. خاصها تجمع كيف بغيتها. صافي دابا غنجيب الميكا ونديرها فيها. صافي نخليها واحد شويه ونرجع معكم. ها انا رجعت معكم البنات. ها هي الخميره ديالي، العجينه ديالي خمرات. صافي دابا راه غنزولها من هاد الميكا هذه ونحطها في سطح العمل. صافي يا البنات، هنايا غندهنها بشويه ديال الزيت. بسم الله، نخوي العجينه ديالي. هنايا البنات عندي الزبده مذوبه، وهنايا عندي الزيت، وهنايا عندي الفينو. بسم الله على بركه الله. هنايا كندير يديا فيهم الزيت. بسم الله.
بسم الله. دابا غنبدا نقطع. هنايا البنات خاصكم تردوا معايا البال مزيان. هنايا كنقطع 3 صغار، 3 الكويرات صغار، وحده كبيره. هذه كبيره. المهم دابا غتعرفوا علاش غندير معكم هاد الطريقه هذه. نحطهم هنايا. هادو صغار، هاد 3 هادو صغار. دائما كنقطع 3 صغار وحده كبيره. 3 صغار على هذا الشكل هذا. واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ وحده تكون كبيره. المهم غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر غتعرفوا علاش. هي 3 صغار وحده كبيره. وحده كبيره. صافي نكور دابا هادو باش يخليو لي بلاصه. صافي يا البنات، ها هو دابا راه كورتو كامل. هذا غنرجعو على جنب باش نقرص هذا. بسم الله. نصبق هذا. بسم الله. كنقرصهم غير شويه هيدا. صافي كنحط على جنب. كنهز الاخرى. المهم تقدروا ديروا بجوج اليدين الا كنتو مزروبين بحال هيدا. صافي. هذه كديروا الزبده بحال هيدا، كديروا فوق منه الفينو، شويه ديال الفينو. ما عرفتش كتبان لكم مزيان ولا لا. كديروا فوق منها شويه الفينو. عاوتاني كديروا هذه فوق منها. كديروا الزبده، كديروا الفينو. الا بغيتو تغلظوهم غلظوهم، الا بغيتو ترقوهم رقوهم، كل وحده والذوق ديالها. وتا الا بغيتو تكبروهم. صافي نهز الكبيره. هذه هي ماماهم. انا هادشي باش عقلت على هاد الرغيف هادو. كنقول ماماهم وبناتها، هي والده 3 باش تقدروا تعقلوا عليهم. هذه كنقرصها مزيان، كنرقاها على هذا الشكل هذا. هاد الملاوي ساهلين البنات، كيتوجدوا دغيا دغيا. صافي كندهنهم بشويه ديال الزبده. كطرش بشويه ديال الفينو. وكندير عليه هاد الرغيفه هادو. كنجمعها نغطيه بحال هيدا. ساهله ماهله، ما تحتاجش لا تماره لا حتى حاجه. غنخليها تخمر وغندوز الاخرى. صافي هما ساهلين، ما تحتاجوش تماره، ما تحتاجوش العدد. صافي على هذا الشكل هذا. كديروا الزبده وكديروا الفينو. ديروا شويه ديال الزبده بحال هيدا. صافي يا البنات، دائما كنهز ماماهم كتكون كبيره، كنرقها على هذا الشكل هذا. كنقرصها بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم كندهنوها بالزبده هيدا. كندير لها شويه ديال الفينو. المهم راه ساهلين البنات، غتعدلوهم بعينكم مغمضين. صافي كنسد عليها بهذا. ما كيحتاجوا شي عمليه ولا شي حاجه تكون معقده. صافي نهز الاخرى. صافي صافي
كيف ما قلت لكم راه ممكن تكبروهم. صافي شويه ديال الفينو ندير عليها هذه، كندير عليها شويه ديال الزبده. صافي وهذه ماما هذه ضروري نرقوها مزيان. صافي انا نستمر على هذه العمليه هذه تنكمل الكرات كامل اللي عندي او العجينه كامل اللي عندي ونرجع معكم. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا راه شكلتهم كاملين. هنايا غندوز اللي سبقت هي باش غنسبق عاوتاني. هذه غتكون ارتاحت غنقرصها بحال هكا عادي. غير خاصها تكون رقيقه، خاصها تكون رقيقه يا البنات. الا بغيتو تدخلوهم للفران خليهم غلاطين شويه، ولكن الا بغيتو طيبوهم في المقله خاصهم يكونوا رقاق باش تجيكم الطريق هي هذيك. صافي على هذا الشكل هذا هانتوما كيف ما كتشوفوا ما شاء الله ها هي ارتاحت والخميره عطات المفعول ديالها. انا هنايا في هذا الوقت هذه راه درت المقله ديالي كتسخن فوق المقله فوق عفوا فوق البوطه. صافي نرشع فيها شويه ديال الزيت. ضروري يا البنات تكون رقيقه. نتسنى تسخن المقله ديالي. صافي دابا راه بسم الله المقله ديالي سخنات. بسم الله غندوز نكرس وحده اخرى. هاد الملاوي ساهلين البنات وعمليين دغيا 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 كيتعوطوا. حتى الدقيقه 90 ممكن توجدوهم للفطور للكوتي. المهم اللي شفتهم صغارين راه كنخليهم بحال هيدا غير شويه ما نرقهمش بزاف باش ما يقصحوش، واللي كبارين شويش راه كنرقوهم باش ما يجيوش غلاض من الداخل. صافي يا البنات وكنرش الزيت. ها هي الاولى يا البنات، ها نتوما انا نحطها وندير الاخرى نكررها شويه مزيان. بسم الله. هانتوما يا البنات واخا باقا سخونه هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الملاوي ساهلين ماهلين تبني ان شاء الله جربوهم. صافي نكرس هذه كيف ما قلت لكم الكبارين ضروري يكونوا رقاقين بزاف باش ما يكونوش معجنين من الداخل، والصغار غير شويه ما ترقوهمش بزاف باش ما يجيوش قاسحين. صافي غنستمر على هذا العمليه هذه تنكمل الملاوي كامل اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله في النتيجه النهائيه ان شاء الله يا ربي. ها هما يا البنات الملاوي ديالنا ما شاء الله طيفتهم جاو غزالين ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم ورطبين البنات رطبين هانتوما كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. هما يا البنات الملاوي ديالنا جاو غزالين هانتوما. هانتوما يا البنات من الداخل صافي. هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.